في عمري 35 سنه وطلقت هذه عامين. عندي بنيته في العمر ديالها 9 سنين. المهم راجلي هو طليقي، يعني كان ميسور وكان شاري ليا دار وكان ساكن معايا في ديك الدار. من بعد فاش طلقنا نط انا خرجت من ديك الدار، حطيتها للكرا. منين حطيتها للكرا ناض هو مسكين عطاني دار اخرى سكنت فيها. انا علاش حطيت ديك الدار للكرا؟ لحقاش ديك الحومه مبقيتش باغا نسكن فيها. ناض هو عطاني دار اخرى في الملك ديالو سكنت فيها انا وبنتي. هو مهلي فينا وكيتهلا في بنته بزاف وكيعطينا النفقه وفوق النفقه من ليه اعياد خروج مناسبات. صراحه داير فوق لي، وكيخلص على بنته 56,000 ريال للشهر المدرسه، وعاد الفلوس اللي كيعطيني كل اسبوع يصيفط لي النفقه. يعني فريمون داير لي عليه. هذه 6 شهور تعرفت على واحد الشخص، يعني تعرفنا بقات الزواج لحقاش تعرفنا في واحد برنامج ديال الزواج، وتعرفنا بقينا كنتعرفوا على التليفون لمده 6 شهور. هو كان ساكن في المغرب، هو مرته وولادو، يعني هو مزوج هو مرته وولادو. من بعد طلعوا لبرا وحرقوا الفيزا وجلسوا تما، ومرته هربات عليه هي والدراري، دات له الدراري وهربات وخلاته بوحديته. ودابا راه كاين اجراءات ديال الطلاق، راه باغي يطلق منها ياك. وسبب الطلاق كما كيقول هو انه خانها واحد المره في المغرب، ومن طلعت لفرنسا عقلت على هذا الشيء وبغات تطلق منه بسبب الاهمال وقالك ولا مبالاه وبسبب الخيانه. ودايرين محامي هنا في المغرب، ودابا كما قلت لكم الطلاق راه ما عمره ما تم لحد الان، ما عمره ما تم. المهم هو ان العلاقه ديالها معاه متوتره بزاف. كتحس بالشخصيه ديالو في شكل مهتزه، ما تيقش في راسو وما كيبغيش الناس يكونوا احسن منه، وكتكون هي فرحانه وفاش كتهضر معاه كتعصب، وفي نفس الوقت هو باغيها للزواج وهي فريمون كتفكر في هادشي. يعني السيده ضاخت ما عرفتش راسها زعما. السؤال ديالي اللي كتسولو هي واش نطلع فيزا انا وبنتي لعندو لفرنسا ونحرم بنتي من طليقي يعني من باها، ونخرجها من المدرسه ومن العيشه اللي هي عايشه، ونطلع انا وياها لعندو نغامرو علما ونعيش معاه، نتزوج بيه ونعيش معاه علما انه عنده 7 سنين عاد باش ياخذ الوراق، اولا نرجع لطليقي اللي هو باغي يرجعني وباغي يبقى مع بنتي ويدير لي المشروع ديالي اللي باغا نديرو. يعني هو باغي يدير لها مشروع ويرجع لها طوموبيلتها ديالها ويرجع مع بنته وتزيد تولد وليداتها، ولا تسمح فهادشي كامل وتهز بنتها وتمشي عند واحد اللي تعرفت عليه 6 شهور، اللي عايشت ورقه هنا 7 سنين، اللي مازال ما طلق واللي بولادو. جاوبوها نتوما بلاصتي، من الاحسن جاوبوها بلاصتي، لحقاش العقل فين ما اختي والديك، فين ما خواتاتك، فين ما كاع شي صاحبتك اللي دايره بحال اختك اللي تبغيك بصلاحتك، هادو ما كاينينش. واش ما كاينينش؟ واش عايشه سولو؟ واش عقلك فيه شنو؟ في عقلك شنو فيه؟ عقلك شنو فيه اللي انت باغا تحرمي بنت من اب؟ حنا ما تنقولوش المراه ما تعاودش حياتها مره اخرى، تعاود حياتها مره اخرى، ولكن كاين لي كونديسيون بشروط بزاف د الحوايج. اول حاجه انت طريقك كيتعامل معك مزيان وعاطيك الدار الاولى شاريها لك ودرتيها للكرا، وعطاك الدار الثانيه ملك وساكنه فيها، النفقه يجيبها لك في الوقت، البنت مخلص عليها مدرسه، كيبغي بنته، مهلاي فيك، نقولوا مبقيتيش باغاه، مبقيتيش كتبغيه، مباغاش ترجعي له، اختي جلسي ترونكيل، جلسي ترونكيله، جلسي ترونكيل في الدار، جلسي ترونكيله، خلي بنتك تقرا وخليها تشبع من با، وخلي الحياه ربي يسهل عليك في اللي انت ترتاحي معاه. نفترض انا ما عرفتش سبب الطلاق ديالك من الاول، مشيتي تعرفتي على واحد 6 شهور باش تعرفتي عليه، ما عمرك تلاقيتيه، ما شفتيه كيفاش كيهضر، ما شفتيه كيفاش كياكل، ما شفتيه كيفاش كيضحك، ما شفتيه كيفاش شخصيته. انت دابا في التليفون، يعني في التليفون راه ما تيكونوش مشاكل، وانت في التليفون كاين مشاكل وما حاملاهش وتتعصبي وما فاهمش راسو واناني وكاره الناس اللي احسن منه، والطلاق ديالو مازال ما خداهش، والوراقي من هنا 7 سنين وباغا تلاوحي مع بنتك. شوفي حبيبه ديالي، بغيتي تمشي طريق السلامه، البنت خليها لباها صافي. ملي انت اختي ما باغاش مصلحتك، ما تحرميش البنت من باها، وما تحرميش البنت من قرايتها والمسائل ديالها، وسير اختي انت سير مراسك ديك الساعه فين ما بغيتي.